صح توم، سمعت انك عايز تنزل اجازة. الكلام ده صحيح؟ دي مفاجأة بالنسبة لي يا سيد توم. انت بقالك 6 سنين ما نزلتش اجازة. نويت تروق على الأسرة الكريمة ولا ايه؟ بصراحة يا فندم فعلا يعني أنا محتاج جدا إن أنا أكون معاهم الفترة الجاية. أنا بقالي مدة كبيرة ما شفتش بنتي ولا مراتي. أنت عارف إن أنا دايما مشغول بالشغل، وحتى دايما لو باخد راحات فأنا ما بروحهاش، ما بكملهاش، حتى ما أقدرش أقعد في البيت. أعمل إيه؟ بحب الشغل يا فندم. صح يا فندم، من ناحية مقصر فهو مقصر. الراجل ده أنا من ساعة ما جيت هنا وهو ما بياخدش أجازات، وحتى زي ما أنت شايف كده بيحب الشغل أوي، لعكسنا تماما. عامة يا فندم أنا بصراحة اللي متوسط له عشان ياخد الأجازة دي، يطلع له كده أسبوع ولا حاجة ولا شهر يريح مع العائلة الكريمة. خلاص يا توم، علي خلصوا الورق وخلصوا الإجراءات كلها، ولما يرجع لازم يبلغني ويديلي التمام هنا. مفهوم؟ طبعا يا فندم، طبعا هديك التمام هنا. استاذن سيادتك دلوقتي عشان ما نشغلكش أكتر من كده. يلا توم. متشكر جدا يا فندم، وإن شاء الله مش هطول. إجازة سعيدة يا أستاذ توم. اتفضل. ابسط يا عم، كويس إن كان مزاجه رايق. بمزاجه رايق؟ ده أنا بقالي 6 سنين ما خدتش أجازات، وحتى الراحات بتاعتي ما بطلعهاش، لدرجة إن هم بقوا مسميني توم لغي أجازات. عامة شكرا ليك يا علي. ولا يهمك يا سيدي، المهم أنت استمتع بالأجازة وطمنا عليك دايما. يلا بقى عشان تلحق توصل البيت. بعديها على طول طلعت بعربيتي على البيت. الشوارع كانت زاهية، كأنها بتستقبل الأجازة بتاعتي بالأحضان. وصلت البيت وأنا عارف إن مراتي هتعمل لي أزعرينة عشان أخدهم معايا الأجازة دي. أنا هطلع لوحدي، أنا قلت عايز أفصل. إيه نعم يا أخويا، وأنت ناوي تطلع كمان لوحدك؟ دي إيه البجاحة دي يا أخي؟ طب وبنتك المسكينة اللي عايزة تصيف؟ تصيف إيه يا بنت انتي؟ ده الجو شتاء وفي رعد واسكندرية غرقانة من النوة. صيف إيه اللي انتي بتتكلمي عنه؟ انتي بتقولي أي كلام وخلاص. أنا عارفة إن كل ده عشان ما تاخدنيش أنا. خلاص خد بنتك، بلاش أنا يا سيدي. هقعد أنا أروق على البيت ومحبوسة هنا منك ليلة يا توم. انت عارفة ان انا ما بحبش المسؤوليات. بنتي اللي اخدها معايا. بصي، اخدها بس فهميها قبل ما نطلع. مانو، انا مش عايز قلق ولعب كتير، تبقى حواليها وبس، ما تتحركيش من جنبي، اتفقنا؟ أنا بتحبي مسؤوليات شغلك ومسؤوليات بيتك لأ؟ انت ايه يا بني ادم انت؟ يوه، هتطفحينا بقى اللقمة اللي احنا قاعدين ناكلها. مانو، سمعت انا قلت ايه من شوية ولا نسيتي بسبب رغي امك؟ حاضر يا بابا، انا ماليش دعوه، انا هاجي معاك وهسكت. يلا يا بنتي قومي جهازي قبل ما يرجع في كلامه، ابوكي ده مجنون انا عارفاه. خدت الشنطة اللي كانت مجهزاها اصلا ونزلت ركبت العربية. صوت الباب بتاعي كان اعلى من صوت باب مانو. غريبة، اول مرة ما ترزعش الباب يعني، بس دايما كنت بزعق لها عليه. طلعت على الطريق كان سكون وهادي، شبورة وشتا ورعد في نفس الوقت، جو غريب قوي. شتا على الطريق ولا لمبة منورة، الحمد لله ان في طريق اصلا. طلعت على طريق القاهرة اسكندرية، طريق هو ومفيش ولا عربية ماشية فيه الا انا. وصلت اسكندرية اخيرا، اجمل مدينة في مصر في التوقيت ده. النوة جديدة لحد ما وصلت للفندق اللي في اخر الكورنيش، في منطقة محذوفة شوية على البحر لوحده بس رايق. ركنت العربية بعيد شوية عن الفندق عشان النوة ما تغرقهاش، ونزلت وبدأت أتمشى أنا ومانو عشان نوصل للفندق. لحد ما وصلنا لباب الفندق ودخلت فندق أصلي. أهلا بيك يا زعيم، من مدة ما شفناكش بس وحشنا. نفس الغرفة ولا ايه؟ أيوة نفس الغرفة، وما ترغيش كتير بقى، بس أنا عايز مناشف صغيرة عشان الأمورة، وخلينا أنا البشكير الكبير، وإيه تاني، والفطار في ميعاده الصبح بس خلي وجبة صغيرة ليها عشان هي ما بتاكلش كتير. وإيه تاني، مش عايز إزعاج طول الليل، وما تحوليش أي تليفونات لو جه تليفونات، وبالذات لو قالت لك إن هي مراتي. متفقين يا عباس؟ يا باشا احنا عنينا ليك، احنا نخدموك في اي حاجة انت فاهم.
حاضر. رحنا ناحية الاسانسير وطلعت انا ومانا على الأوضة. أول ما دخلت البنت اترمت على طول على السرير ونامت، كانت خلصانة. قعدت على الكرسي الجلد راقبها شوية وبدأت أبص على السما. منظر مرعب، الرعد النهاردة شديد والنوى عالية. صراحة الجو ده محتاج نوم. ما حسيتش بنفسي غير وانا واخد مانا في حضني ونايم في سبات عميق. ليلة شتوية صعبة، الموج عالي، سامع صوته في دماغي حتى وانا نايم. والرعد، انا مش عارف ازاي البنت دي نايمة في الهدوء ده. حسيت بنسبة هوا بارد بتخبط في وشي وانا نايم. حسيت كأن حد بيلمس وشي مع اني مفيش حد في الأوضة غيري انا ومانو. وبعدين سمعت صوت بابا. فتحت عيني لقيت مانا في نص الأوضة ووشها عليه مية. ايه اللي عمل في وشك كده؟ انا مش قلتلك متحركش من جنبي؟ انت رحت الحمام لوحدك ولا ايه؟ يا بابا مش انا، الست دي اللي جت وقالت لي اغسلي وشك، وبعدين دخلتني الحمام وغسلت لي وشي عشان قالت لي لازم تنامي، لو قبل ما تنامي تغسلي وشك. الست نزلت بعد ما خلصت التنظيف. انت متأكدة ان هي لسه موجودة في الحمام؟ مانو سكتت. ساعتها انا اتنفضت من على السرير، فضلت اتسحب ناحية الحمام بالراحة ورجلي ترتعش. فتحت النور في الحمام لكن مفيش حد جوه، مفيش حد. بصيت على مانو قلت لها انت متأكدة ان هي جت هنا؟ قالت لي ايوه. وصفت لي شكلها بالظبط زي ما كانت موجودة، لأن الست وهي بتنضف مانو كانت نامت اوريدي. فانزعجت جدا وقررت ان انا انزل لهم تحت هزهم. طلعت في الكوريدور زي المجنون، اتوجهت ناحية الاسانسير حاسس بدوار خفيف وخوف وقلق. قلت لمانو ما تتحركش من الأوضة ونزل تحت في مكان الاستقبال. عباس لسه هناك برضه. يا فندي انا هدخلها وانت نايم؟ ده حتى ما يصحش. وبعدين احنا ما عندناش الستات بتشتغل بالليل، ده هي كانت موجودة كتمثل الوردية دي ومشت. احنا اسفين بس حاول تتحقق. وبعدين مانو مين اللي بتتكلم عنها؟ مانو بنت يا عباس، البنت اللي انا دخلت بيها هنا. يا فندي انت جيت لوحدك، ما كانش معاك اي اطفال، انت دخلت معاك شنطة بس. نعم يا دهول انت، يعني ايه جيت لوحدي؟ عباس اصحى، انت بتكلم صاغ. انت شارب حاجة ولا ايه؟ يا فندي اقسم لك بالله انت داخل لوحدك. ها ادي السجلات بص فيها، والله انت داخل لوحدك. بنت مين داخله معاك؟ يا فندي ده شكلك كده اتلطشت من الهوا اللي بره ده والنوة. اتاكد بالله عليك ما تجيبلناش مصيبه. وبعدين افتكرت حاجة وهو بيقول لي الرد ده. الاكل، العشاء، مانو ما كلتوش. مانو كانت دايما ترزع باب العربية، لكن المرة دي ما رزعتوش وما سمعتوش اصلا بتقفل. معقول يكون عقلي خدعني بسبب ضغط الشغل والتعب والارهاق اللي انا فيه؟ امال البنت راحت فين؟ على طول جريت على الاسانسير، طلعت بسرعة على الكوريدور ودخلت الأوضة. فتحت الباب لكن ما لقيتش مانو، وهنا الدم نشف في عروقي. طلعت على الكوريدور تاني وركبت الاسانسير، حاسس بدوار شديد وصداع في دماغي، صداع غريب. بعدين خرجت على المكان بتاع الاستقبال ورحت لعباس وقلت له ليه يا ابني انت مش قلت مش عايزه اخدها معايا وسبتها ومشيت؟ هي قالت البق ده من هنا، وانا حسيت ان انا اهتزيت جامد. ازاي؟ دي كانت راكبه معاها العربيه ولمستها ومسكت ايدها وهي بتعدي معايا بعد ما ركننا العربيه قدام الاوتيل. مين اللي انا غطيته كنت واخده في حضني فوق؟ جسمي اتلبش وحسيت بالبرد. قعدت على الكرسي دايخ مش قادر افهم ايه اللي بيحصل ده. معقول اكون جيت اسكندريه مع طيف انا شايفه في عقلي بس؟ بص، هو في علم النفس ممكن من ضغوطات الشغل، ممكن انت حاسس انت مقصر مع عيلتك، مقصر مع البنت، فده يخليك تتهيأ او تتخيل لموقف معين انه بيحصل. زي مثلا البنت ركبت معاك من القاهرة لهنا، فده ممكن يحصل بس بالشكل اللي انت بتقول عليه ده وتكون حاسس بيه ولمسه مظنش، لان الحاجات دي بتبقى جوا علينا بس مجرد تخيلات. انما اللي انت شفته ده
مش هقدر افسره بصراحه يا صاحبي. يعني ايه بقيت مريض نفسي كمان؟ غريبة، ده انا كنت شايفها قدامي زي ما انا شايفها كده يا رمزي. يا عم كل انت ما بتاكلش ليه؟ اشرب قهوتك وانا اللي جايبك تحل. حققتها اكتر ما هي متعقدة. يا توم انت محتاج تفصل، هو ده العلاج. انت جاي هنا عشان تفصل. حاول تنسى اللي حصل ده واهلي لو عدت. لكن الغريب انه كان بيشرب القهوة، لكن القهوة زي ما هي، وحتى التفاحة اللي قطم منها حتة زي ما هي وكأن محدش كل منها. واتنفضت وقمت جريت على الكوريدور ونزلت تحت على صالة الاستقبال. عباس مين يا فندم؟ مفيش حد شغال هنا اسمه عباس. انا اسمي محمد، انا بس اللي شغال هنا، وزميلي بالليل ابراهيم. يعني ايه؟ بقول لك يا، هو في حد جه زارني من شوية؟ يعني في حد مضى ان هو جاي يزورني في الأوضة او دخل او سأل عليا؟ لا يا فندم، محدش جه. حضرتك بس طلبت فطور لنفرين وشاي وقهوة بس، لكن لا حد زارك ولا حد جه ولا حد سأل عليك ولا حد اتصل حتى. محدش جه؟ امال مين اللي كان قاعد بيشرب معايا وفوق وبياكل؟ هو فيها يا فندم؟ مساهم، ببص في كل حتة حواليا، في ايه مش عارف، مش فاهم، مش مدرك. مانو ما جاتش معايا، وصديقي لا اتصلت بيه ولا جه ولا كان قاعد بياكل معايا. كل حاجة حواليا مش حقيقية. العيب في الفندق ده ولازم امشي منه حالا. خدت شنطتي ونزلت تحت جري على الريسبشن. اسمي ابراهيم افندم. حضرتك عايز تمشي تشيك اوت؟ ابراهيم، اعمل لي تشيك اوت، انا لازم امشي حالا. بدأ يعمل اجراءات التشيك اوت وانا عمال ابص حواليا. فجأة شفت من بعيد عباس قدام مني. فجأة اختفى زي ما يكون طيف. خرجت، كان في مفاجأة تانية مستنياني بره. لما سألت على عربيتي قالوا لي ان انت جاي من غير عربية، انت جيت بتاكسي. وده جنني اكتر، جيت بتاكسي، عربية مش موجودة. في ايه؟ من سكات ما قدرتش استحمل كل الضغوطات دي وفضلت ماشي في الطريق. مشيت في النوة برجلي، دول كانت بطلت تشتي بس الهوا كان شديد. انتوا اللي جابكوا هنا لابسين كده ليه؟ ابويا، مانو، زوجتي رد عليا. وهنا شفت حاجة غريبة، شفت الحادثة. عربيتين دخلوا في بعض على الطريق، كل اللي جواهم ماتوا. ابويا ومانو ومراتي على الارض. حاجة غريبة زي ما تكون حلم بس انا قادر احس بيه وشايفه قدام عينيا. شفتهم هما بيموتوا. رجعت على الفندق، ما هو ما كانش فيه عربيات ولا حد ماشي في الشارع، والنوى رجعت تاني والهوا كان شديد. رجعت بسرعة على الفندق، نفس الخطوات ونفس المشاهد بتتكرر، كأن عقلي حبسني في حتة ورافض انه يتخطاها. ببص على السرير بطرف عيني، لمحت كتاب شكله زي ما يكون مذكرات. رحت وفتحته عشان اشوف الصدمة. مذكرات توم. هذا أنا توم، أكتب يومياتي من الآن فصاعدا، لأن عقلي قد حبسني في ممر ويرفض أن يتخطاه. في اليوم المشؤوم ده اتشكلت مع مراتي شكلة جامدة بسبب إهمالي ليها، لكن أنا قدرت أصلحها بعدها بأسبوع في التليفون. قالت لي تعالى خدني، قلت لها والله مشغول مش هقدر أجي، لكنها قبلت إن هي تيجي. وعشان ما أحسش بالذنب بعت أبويا عشان يجيبها، وراح يجيبها من بورسعيد. لكن وهم راجعين كان في شيء تجديد، العربية عملت حادثة وماتوا هم التلاتة. ماتوا. يعني الطيف اللي أنا شفته كان الحقيقة اللي عقلي بيحاول يحجبها عني. عقلي ندمان إنه ما قضاش وقت مع عيلته. أنا بكتب المذكرات دي عشان كل ما أنسى أفتكر يمكن أتخطى في يوم من الأيام وأطلع من الدايرة اللانهائية من الندم. قفلت الكتاب. ودلوقتي آخر نصيحة وانت بتقرأ مذكراتي، ستنم كل دي عشان تعيشها مع أهلك. اوعى تضيع ثانية مهما كانت الظروف إلا وتعيشها مع حبايبك وأهلك وناسك
وأسرتك الصغيرة. وانت بتقرأ المذكرات في التوقيت ده هكون هنا تحت التراب ميت منتحر، لأني قررت أوقف الدايرة بإيدي، الدايرة المفرغة من العذاب والندم اللي ما قدرتش أتحمله.